شكرا جزيلا. بالنسبه للوالد اللقاء كتعرفوا على ان صاحب الجلاله نصره الله امر السيد وزير الداخليه بفتح حوار مع الاحزاب السياسيه فيما يتعلق منظومه القوانين المنظمه للانتخابات. فعلا اجتمعنا مع السيد وزير الداخليه مرتين ووضعنا مذكره تتضمن راينا والتعديلات التي طلبنا بإدخالها على كافة القوانين. أنتم تعلمون أن الانتخابات تؤطرها 4 قوانين. القانون الأول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية. ثانيا القانون المنظم للوائح الانتخابية. قانون الأحزاب الذي تضمن رغم أنه قانون الأحزاب ولكن تضمن بعض المقتضيات الانتخابية حيث أدخل عليه التغيير قبل 3 أشهر من الانتخابات السابقة. وهناك أيضا قانون مهم جدا لنعتبره احنا جزء أساسي هو قانون استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري أثناء الحملة الانتخابية وخلال وخارج الحملة الانتخابية. هذه القوانين كلها قدمنا بشأنها مقترحات لتعديلها. نبداو قانون ديال الانتخابات. قانون الانتخابات طلبنا مراجعة طرحنا طلبنا على أنه يا إما نرجعوا للاقتراع الفردي أو نجد وسيلة للسماح أو لتمكين الشباب والأطر من الوصول إلى المؤسسة البرلمانية بأي طريقة كانت، لأنه بدون هذه المسألة أنتم تعلمون ما يقع الآن في المغرب. هذا نوع من انفصام بين المنتخب وبين المواطن. نريد أن نجد شبابا وأطرا فاعلة في المؤسسة البرلمانية وفي الوزارات وما أكثره. ولذلك لا بد من العمل على الأقل إذا كانت الدولة غير مستعدة للتخلي عن نمط الاقتراع باللائحة طلبنا منها أن تعمل على تلطيفه بالطريقة التي تراها مناسبة للسماح للأطر وللسماح للطبقة المثقفة للوجود إلى المؤسسات وإلى المؤسسات التشريعية الخصوص اللي هي الآن نحن مقبلون عليها. أيضا مسألة اللوائح الانتخابية طرحنا على أنه أن يتم القيام بحملة كبيرة قبل فتح اللوائح الانتخابية، لأن المواطن لا يفهم، ليس جميع المواطنين يطلعون على الجريدة الرسمية. لا يكفي نشر تاريخ فتح اللوائح وإغلاقها في الجريدة الرسمية، بل من الضروري أن تكون هناك حملة كبيرة لدفع المواطنين إلى التشريف في اللوائح الانتخابية. كاين معيق آخر أنه يتم حذف لتتبع الراشين والمرتشين من المرشحين. طلبنا على أنه الانتخابات باش نحيدوا منها الفلوس لابد من المراقبة، وهذه المراقبة سهلة لأنه السمسار معروف واللي كيعطي الفلوس معروف واللي كيشوف الفلوس معروف محليا معروف. طلبنا إحداث فرقة وطنية للشؤون القضائية لتتبع الانتخابات خلال هذه المرحلة. هذا أولا لأنه باش يمكننا نضبطوا نحيدوا الفلوس من الانتخابات اللي كتفرق، لأنه وحده الناس كيفرقوا كفرات الفلوس الطوموبيلات الزوج كفر عام الفلوس كيفرق. حنا كنفرقوا الورق وهما كيفرقوا الكيلان. تنضبط المخدرات وتنضبط يعني المتهربين. كنتمنى
أن وزارة الداخلية تستجيب لهذا، وهذا على كل حال لا يكلف شيئا، لأنه غادي تعين خلايا جهوية من الشرطة القضائية وتسميها بريغاد سبيسيال ديال لي زيليكسيون، واحد الشهر والأمر غيتحل. هذا حتى واحد ما قدم هذه المسألة هذه. فيما يتعلق بالوكالة المشتركة بين الأحزاب، هذه غير ممكنة، لأنه الأحزاب تشتغل إما كتحالف إما كاتحاد أو ما كأحزاب بصفة شخصية. الداخلية ما تقبلش منك مذكرة فيها مثلا نشاط الأحزاب، ولكن ما تضرب حتى شي حاجة، هي كتعامل مع القانون، كتعاود رابطة قانونية تستقبلك. الداخلية كتستقبلك كحزب، تستقبلك كاتحاد، تستقبلك كتحالف مؤسسي. حتى التحالف غير منصوص فيه القانون، عليه القانون. حنا حاولنا نديرو مذكرة جماعية مع 3 أو 4 الأحزاب وحررناها، ولكن قيل لنا أنه غير مضطرة قانونا، ولذلك هذه المسألة غير ممكنة. الأخ سول ما موقفنا من الحراك الشبابي؟ هو محمود، لأن هذا تفاعل ديال المواطن الشاب تيتفاعل مع المحيط ديالو. هذوك الشباب اللي كيتحركوا الآن ربما منهم غادي يخرجوا سياسيين مستقبلا، غيرهم خصهم يتقطعوا. ما هو التقطيع ما يبقاوش عشوائيين. هذا الحراك المطالب ديالو هي مطالب مشروعة وعادية، والمغاربة كلهم مع هذه المطالب. ما كاينش اللي ما تألم أو لا تقصح من المستشفى. المواطن المغربي ما تيخافش من المرض، تيخاف من الكلينيك. أما لوبيطال ما تيفكرش فيه، ما تيمشيش لوبيطال يعرف ما كاين والو. إذا كيخاف من الكلينيك لأنه خصو يبيع ديالو ويتسلف باش يداوي البا ولا يداوي المريض. هذا مشكل خانق طرحوه هاد الشباب كيف كيطرحوه جميع المغاربة، إنما الطريقة تختلف. نحن ضد كل من يمس باستقرار البلاد ويعتدي على المؤسسات وعلى الممتلكات ولو لا تنسوا زر الإعجاب والاشتراك بجريدة كاسبرس، فضلاً وليس أمراً.